اما اروح اقول لماما ان انا خلصت امتحاناتي النهارده، واقول لها ان انا خارجه بكره مع اصحابي بقى علشان تبقى عامله حسابها وكده. يا رب بس توافق اما نشوف ردة فعلها. ماما نعم. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا حنين؟ عامله ايه؟ الحمد لله. جيتي من الامتحان اخر يوم بقى النهارده يا عم، اه. محدش قدك. خلصت النهارده بقى وكده. يلا بقى يا قلبي، انا محوشه لك المواعين بقى لي يومين. بدايه المطبخ بينادي مبشره. ويقول يا حنين. بدايه الشقه مبشره. بتقول يا حنين. الشقه ماشي، انا كده كده بحب الغسيل الشقه. بيقول يا حنين. العجين بيقول يا حنين. انا ايه اللي جابني؟ وماما بتقول يا حنين. انا على فكره هبدا دراسه تاني الاسبوع الغسيل الجاي. بيقول انا عايز حنين هي اللي تغسلني. مم. اهو. مم. والسلم بيقول انا مش هتكنس الا لما حنين تكنسني. هما كلهم بيحبوا حنين كده. كل الشغل يحب حنين. مم. كل الشعب طالب حنين. ها. ماشي. طيب بالمناسبه بقى قبل ما اعمل كل ده، لا ما بحبوش. حلو. ده بسم الله ما شاء الله، ده عسل. إيه ليكم انتوا مش لنا؟ ولا السيريس بقى يا بنتي يا حنين؟ حلو قوي سيريس قوي. ايه بس اسمعيني ده كده. السيريس ده جميل قوي، ده بيضيع الحموضه. لا خليه ليكي انت. المهم. ماشي المهم. انا طيب ماشي هروق لك واعمل لك كل حاجه، بس طبعا انا محتاجه ان انا افصل شويه عن المذاكره وكده عشان انا لسه كان عندي افصلي يا قلب امتحانات. ماما، وانا كمان محتاجه افصل شويه عن شغل الشقه. ماشي تمام. بس بكره انا خارجه. خارجه ازاي؟ يعني انا خلصت امتحانات النهارده. يا حنين جايه من انت الامتحان كل يوم تعبانه. بتخرجي يا حنين؟ كل كل بتروحي يوم بخرج. الامتحان وتروحي الدرس وتيجي. ماشي بخرج اقعدي بقى يا قلب للعلم، ماما بخرج دلوقتي في الأجازة للدراسه. بقى، اخدمي ماما واخدمي بابا وشوفي بقى، ريحينا بقى يا حنين. بخرج للعلم وبخرج للدراسه، ده بقى ايه؟ عايزه افصل دماغي استني، شويه. ده احنا معزومين في اسكندريه. والله العظيم بجد. ماشي كويس. هخرج عند بكره. طنط هاله. بص هخرج عزمانة بكره. في بكره ايه؟ اسكندرية. بكره الاربع. بصي بقى يا ستي، احنا هنروح اسكندريه، واحنا رايحين على اسكندريه هنعدي على السوق، نركبوا مركب في النيل. هو السوق في النيل. ركبت مركب. المهم احنا هنروح نركب مركب في الرحله اللي انا وخلاص. كنت طالعاها يا ماما في نص المهم يا قلب السنه. ماما اسمعيني بس. ماشي. وهنتفسح وهناكل فسيخ بقى، ونروح نزور سيد ابراهيم الدسوقي. ايه رايك؟ لا. فسحه كده. ماشي. بس انا كده كده كنت في القاهره من كام شهر ومتفسحه وكل حاجه. انا عايزه اخرج مع اصحابي بمناسبه ان احنا خلصنا امتحانات، فانا هخرج بكره. على فكره الشباب اللي بيعملوا كده عيب لما البنات تدخل تتفسح والبنات كمان بيعملوا كده. لا ما عنديش. البنت لا بس المحترمة عادي. ما تخرجش مع اصحابها تقعد في مطعم، ولا تروح تتفسح مع اصحابها في اي مكان احنا تاني. مستنيين عيب. نخلص يا ماما عشان كده. يا بابا احنا من اول الامتحانات واحنا يا حبيبه بنخطط. ماما، بابا وعدنا فسحه حلوه في اجازه نص السنه. ماشي بس دي لما فسحه أنا تخلص عائليه. امتحان الكليه كلنا الاء هنخرج جايه إن معايا شاء على الله. فكره. الاء جايه معايا. الاء هتخلص امتحانات بكره هي كمان. كمان انتوا بقى اتفقتوا من ورايا. احنا متفقين من زمان. ده ان شاء الله يا حبيبه ماما. هخرج انا وهي واصحابي، آه. هنروح كفر الشيخ، هنقعد في مطعم ونطلب اكل انا هناك. لسه قايله ايه؟ ماشي بس يعني بابا احنا بقى عازمنا على اكلة بقى جمبري وسبيط، انما ايه واسماك بقى. ماشي تقوليش حلو لا وكل عزومتك حاجه عليه. وبنحبه وكل حاجه وناكل جمبري قشطه ماشي. يعني هنروح بس اسكندريه وهنتعزم كمان، بابا هياخدنا هنا عند اسماك. بس هي مش البحر طالبه كفر معايا الشيخ. جمبري، مش طالبه معايا اسماك، مش طالبه معانا اسماك. احنا عاوزين ناكل همبرجر، كريب، شاورما كده، بيتزا كده يعني. يا اختي والنبي ده انتوا بنات اليومين دول، احنا ما كانش كده على ايامنا خالص. على ايامكم بقى يا ماما، كل جيل بيختلف. احنا جيلنا يعني غيركم. اقول لك احلى من ده كله ايه يا حنين؟ شفت بقى لا ما الجلوان؟ تقوليش. الجلوان الجميل ولا السريس الحلو. يا صلاة النبي كده بقى يا بنتي يا حنين، على حتة جبنة حادقة ورغيفين عيش كده من قدام الفرن كده، ونقعدوا ناكلوا. يا صلاة النبي بقى. وانسي بقى، لا تقولي يا اختي شاورما ولا كريب ولا حتى جمبري ولا سبيت ولا فسيخ ولا حاجة خالص. انا ما بحبش الفسيخ ماشي، بس الجمبري اسماك قشطه ماشي. بس هي مش طالبه معايا. ما تغلبنيش بقى، احسن هحلف ان احنا ولا نتفسح ولا نروح ولا نيجي. ما انت كده كده هتروحي عشان تشوفي خالته هلا، فانا عارفه ان انت مش هتلغي الخروجه يعني، واحنا جايين معاكي. بس انا محتاجه اخرج مع اصحابي بكره او بعد بكره يعني، انا ما تخلص. سوري 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 سوري. تعرفتي سوري كمان؟ انت امال ما اعرفش سوري؟ الحقيقه ما اعرفش سوري ايه. ده سوري ده انا وهو كده، ولا انا وهي كده سوري؟ ده سوري ده طول عمري اتربى انا على سوري. طب انا انا هخرج. متربيه على سوري يا اختي. بصي
بكره هصحى. انا كده كده مش خارجه بكره عشان عندها امتحان. انا هخرج بعد بكره يوم الخميس، بس انا بمهد لك للموضوع علشان تديني الفلوس وتوافقي. قولي عايزه فلوس. قولي كده بقى. ما انا مش معايا فلوس، فلوسي خلصانه. انا ما سمعتش حاجه يا ماما بقى دول حته 250 جنيه مش كتير. ما سمعتش حاجه. 200 جنيه و50 جنيه. 200 جنيه 250. مش كتير يعني. طب يلا قومي يلا على المطبخ. ماشي. ما انا هقولك اهو. بصي بكره هقوم. انا النهارده هريح علشان الامتحان وكده، لسه ما ريحتش اصلا. وجيت معاك اهو وبصورك وكل حاجه يعني عشان ما تزعليش. فخرجينا. والمغرب جدا اساسا. التاخير ده منكم. التاخير ده منكم، انا ماليش دعوه. بكره هقوم هنضف لك الشقه واعمل لك كل حاجه وامسح لك الشبابيك والبيبان وكل حاجه. في الكومنتات بس يا خرجيني. جماعه اسمعي بس. لو المتابعين حبايب قلبي قالوا خرجي حنين هخرجك. لو قالوا لا يا حنين ما تخرجيش واخرجي مع ماما وبابا واخواتك. لا يا جماعه قولوا هتخرج مع الاثنين عشان صحابي وعشان برضو عيلتي يعني، فانا هخرج معاهم واخرج مع اصحابي برضو. ما عنديش على فكره. انا ضد الحاجات دي خالص يا جماعه والله العظيم. انا ضد ان البنت تقعد على كافيهات. ضد ان مش هنقعد على كافيه. ما عنديش الكلام ده خالص. احنا هنقعد في مطعم وناكل عادي. احنا دلوقتي في زمن صعب. ماشي بس مطعم محترم وكل حاجه يعني. ممنوع. ما عنديش كده بجد والله. احنا هنخرجكم وهنفسحكم وهنهننكم ونمتعكم. ما انا محتاجه اخرج مع اصحابي. طب يلا قومي يلا روقي الشقه. ماشي لما نروح بكره. والمطبخ بقالي يومين محوشه لك. لا انا ماليش دعوه بالمطبخ. على ما تخلصي امتحان. ماليش دعوه بالمطبخ. يلا يا حنين قومي. ماشي لما نروح. يا جماعه اي حد يشوف الفيديو ده اول حاجه يحط لايك، وتاني حاجه يكتب لماما في الكومنتات ان هي توافق تخرج. الفيديو ده بجد والله يا جماعه. انا قلت لها هنقول للمتابعين لو زي ما هم يحكموا بقى. لو قلت خرجي حنان هخليها تخرج، قلت ما تخرجهاش مش هخرج. بس انا عن نفسي مش عايزه اخرجها. انا عايزه الكومنتات كلها بقى يا جماعه تبقى خرجي حنين خرجي حنين، علشان انا بجد يعني انا خلصت ومحتاجه يعني داخلين على ترم تاني. انت يا بنتي محسساني ان انت كنت في سجن وخرجت منه ولا ايه بالظبط؟ مش سجن قوي يعني، بس انا داخله على سجن برضو. فانا محتاجه ان انا افك شويه. اعملي المطبخ يلا يلا عشان نروح تعملي المطبخ. بقى لي يومين ما عملتش المطبخ مستنياك. ماشي. ما تنسوش بقى لايك وفولو الصفحه للبيج بتاعت ماما على الفيسبوك، وسبسكرايب على اليوتيوب للقناه باسم منوعات نهى رزق. واي حد يشوف الفيديو ده ما ينساش يعمل لايك وشير وفولو تاني. شكرا حبايب قلبي للمتابعين الجداد اللي في الصفحه. وشكرا على مشاهده الفيديو ده. ويا ريت كل الكومنتات تكون خرجي حنين. هاتي بقى كده على الشجر والحاجات الحلوه دي وروهم غروب الشمس كده. دلوقتي المغرب خلاص هيدن اهو يا جماعه. هي الشمس اصلا تعتبر غربت خلاص. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. والشجر الموز ده يا حبايب قلبي، والتين والجوافه والليمون والحاجات دي كلها. ده بقى يا جماعه ده الغرب وده الشرق صح. الشمس بقى يا حبايبي الصبح بتطلع من الناحيه دي وبتغرب بقى من الناحيه التانيه دي اهو يا حبايب قلبي. يلا بقى يا حلوين. ابو الاء عمال يرن عليا. لايك وشير بقى يا حبايب قلبي. باي باي. استودعكم في رعايه الله. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.